رأيك شو العائق الأكبر للزواج اليوم؟ الظروف المادية، والأخلاقية للأسف. والأخلاقية. والأخلاقية طبعا. بالنسبة للشباب ولا البنات؟ والله الاثنين. الاثنين. يعني عم يكون في بدائل، الزواج كمان من ناحية الظروف المادية عم يكون صعب، تمام. وكلهم مع بعضهم كمل بعضهم. عم يكون في بدائل، قصدك كيف يعني؟ يعني عم لك ترجع القصة للناحية الأخلاقية، عرفتي كيف؟ يعني عم قصدك يكون في إنه علاقات في، يعني الشاب ما عم يحس حاله هو مضطر على الزواج، أو هو كتير بباله مشروع العيلة أو الطرف الآخر، أو لأنه في شريك، يعني اوريدي في شريك، عرفتي تمام. كيف؟ عم يكون في شريك بالنسبة للشاب وبالنسبة للصبية طبعا. تمام، يعني برأيك أنت العائق الأكبر بعد المادة هو موضوع إنه موضوع عم يكون في الأخلاقي علاقات. طبعا طبعا تماما. طبعا، وإن شاء الله بنتمنى يعني هيك وضع البلد بإذن الله لأحسن، يعني يكون في ضبط، ما يعود هالشيء متاح ثواني ثواني بس رجعي عيدي لي من عند نتمنى. نتمنى إنه وضع يلا. البلد ثواني. ايه، وبنتمنى هلا وضع البلد باذن الله حيكون رايح لاحسن، حيصير في ضوابط اكثر، يعني هلا هذا الشيء ما راح يلغي المشاكل الاخلاقيه بالبلد بشكل كامل، بس يعني حيساعد انه يحد منها، عرفتي كيف؟ مزبوط. عرفتي شلون؟ مزبوط، معك حق، شكرا كثير عفوا لإلك. يا اهلا أهلا وسهلا، وسهلا يا فيك. حبيبتي.